انه اسمه انا شايف ان دونجا شايف دونجا عامل ماتشات هايله. انا بتكلم في انت بتقول للامانه. وعبد الله السعيد بيعمل هايل. اعجاز والله بصراحه. يعني الراجل عنده 40 سنه كويس وبيتحرك، وتلاقيه مثلا في اخر الدقيقه 90 ركز معايا. ايوه حاضر. في الدقيقه 90 خليك هنا شويه بيعمل سبرنت مثلا 40 متر، بيدافع مثلا من على الخط. ايوه بزيرة ولا زي ما هو بيحب يتقال عليه بزيرة. ان شاء الله يبقى هو النقطه ان شاء الله فك الطلاسم بتاع الماتش ده ان شاء الله. تمام كابتن اكرامي. لا بص، انا قلتها قبل جاي لك كده. يا حبيبي ما تقلقش. جرايه يا عمرو في ايه؟ معلش. انت عايز تتكلم قبلي؟ لا 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 انا اقدر. طب امال ايه؟ وانا ينفع بصراحه كده ما اتكلمش خالص. ما ينفعش في الاول انطلق. انا قلتها قبل كده ما لو انا انت تتذكر. هتتكلم وهختم على لا لو تتذكر، وكان احمد سليمان قاعد هنا وانا كنت قاعد هناك خلاص. قلت لك اللي عامل شكل لنادي الزمالك ومؤثرين اتنين، ايوه عبد الله السعيد وناصر ماهر. دول اللي عاملين شكل لنادي الزمالك ومؤثرين. ناصر كان كويس الماتشات ما انا بقول ناصر وعبد الله السعيد. خلاص الميكروفون معاك عادل. ماشي. انا بس عايز اسال سؤال كده، سؤال بوجهه. مين في النادي الاهلي يقدر يوقف خوان بزيرة؟ اي لاعب اديني اسم كده. بعد الماتش هيوقفوا ازاي؟ معلش انا بشفق على دفاع النادي الاهلي خالص بلاش الكلام ده. بشفق عليه والله. تشفق عليه في ايه؟ يعني بجد ده انا محسس انك بتتكلم على عشان استيان. هشوف سبعات وثمانيات وهشوف حاجات كده. ايوه عايزين نشوف سبعات السبعات وثمانيات. والثمانيات دي. لا سجل يا مهيب. بقول لك يا مهيب كابتن سيبه والنبي سجل والنبي لو سمحت كابتن اكرامي سيبه يكمل. انا بشفق على الدفاع. سجل له والنبي هنشوف سبعات وثمانيات. اللعيب عادي جدا، والماتشات الكبيره دي يعني ممكن تبقى صعبه على اي حد. والله انا بشفق على دفاع النادي الاهلي. يا استاذ عمرو من ايه؟ سيبه يا كابتن، هم حلو ده. يا استاذ عمرو احنا ناس غلابه يا استاذ عمرو. يعني لما انت بتشفق على دفاع النادي الاهلي من فرقة دول كبيرة. وما تشفقش على دفاع نادي الزمالك من بن شرقي وبين رمضان وتريزيجيه. طب انت حضرتك مقتنع بالكلام ده والنبي؟ اللي هو بان الزمالك يشفق من بن شرقي هو ما فيش شفقه، هي احترام وتقدير للعيبه. مقتنع يا كابتن اكرامي؟ مقتنع. انت من جواك مش مقتنع بالكلام ده ليه؟ والله. انت مقتنع بيه يا استاذ عمرو؟ دول لعيبه كبار جدا وبمليارات. لو سمحت طبعا استاذ عمرو انت مقتنع بايه؟ كبيره جدا وبيكسبوا الماتشات مفيش مليارات في الملعب، في عرق، في رجوله، في تاكلينج، في رجوله، في قلب، في روح يكسب. لا بس انا في سؤال نتكلم بعد الماتش لو سمحت. ايوه بعد الماتش ان شاء الله واحنا كسبانين. رجعت في كلامك يا استاذ عمرو. بسأل عمرو سؤال. انا حسيت ان انت بتتكلم على ان كريستيانو رونالدو هو اللي بيلعب. ده احسن من كريستيانو يا كابتن، صح يا استاذ عمرو؟ انا راكب استنى خلصت احسن من كلامك يا كريستيانو كابتن عمرو. انا راضي يعني ذمتك يا كابتن كرام. انا عارف انك انت راجل يعني النبي انا بختم يقول انت راجل فير يعني. الكلمه اللي عندك كلام في المعقول لو سمحت. خوان بزيرة مش احسن وينج رايت في الموجود في الدوري؟ لا طبعا. امال مين احسن وينج رايت؟ في ناس كده. طاهر محمد طاهر احسن منه. ماشي كابتن خلاص. اكرامي يا كابتن عمرو. كابتن استاذ عمرو طاهر محمد طاهر يا كابتن اكرامي. هو ولا كريستيانو؟ احترامي. شكرا. احنا هنقفل على كده. شكرا. احنا نقفل على كده.